السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بافضل الاحوال ديالكم. جيت اليوم بغيت نتشارك معكم واحد الفطائر كيجيو بالعجين المورق، راه كيجيو غزالين، غير جربوهم. ندوزو للطريقه ديال التحضير. خديت 500 غرام ديال الدقيق، خديت كذلك ما يعادل 5 ديال الكيسان ديال العنبه، خديت 4 كاس فايت واحد شويه ديال الزيت ديال العنبه، خديت شويه ديال الملح، معلقه ونص، معلقه كبيره ونص ديال الخل الابيض او اي خل نوعيه كانت عندكم. كنجمعوها بكاس ديال الماء كبير، يعني كان ماء عادي اللي من السقايه، ما يكون لا دافي لا حتى شي حاجه، لان هاد العجينه كيف ما كتعرفوا راها كتبغي البروده. صافي غير جمعتها، دوزتها نيشان فوق من سطح العمل، فغنطرقها هنا. تطرق ضروري، نطرقوها يعني لأقصى درجة، نطرقوها يعني مزيان، خصنا نطلقوها ضروري، خصها تطلق مزيان مزيان مزيان، لأن هذا هو السر ديال الفيوطاج. يعني هاد العجين المورق يعني راه ساهل 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 بزاف. خديت 250 غرام ديال الزبدة، خديت نوعية ديال الأطلس، يعني أي نوعية كنتي كتخدمي بها ديال الزبدة ديال التوريق وكتفضليها، فيمكن لك أنك تستعمليها. فكنحكها في الحكاكة كيف ما كتلاحظوا معايا صافي، وكنخليها كنطويها على شكل مسمنه. غير في الاول كيف ما كتلاحظوا كناخذ لي الجنب الاول وكنزيد من فوقه الجنب الثاني كيف ما كتشوفوا معايا هنايا. صافي كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا كنحاولوا هكا كنبرك عليها بيديا صافي، وكنبدا كنديرها على شكل سويس رول كيف ما كتلاحظوا معايا. صافي هنايا كندوروها كيف ما كنديروا السويس رول او شنيك، او يعني كنحربلوها كنديروها على شكل حلزون. صافي هي العجينه ديالي كنخليها كترتاح، كندوزو للحشوه. يعني انا نعطيكم اقتراح، واي شخص اي حشوه كتعجبكم فيمكن لكم انكم ديروها. خديت بصله كبيره اللي شلطتها يعني في الهاشوار، او تشلطيها بيديك ما كاينش مشكل. خديت شويه ديال الزيت، شويه ديال الملحه كيف ما كتلاحظوا. فدائما كنقولوا الملحه دائما كنديروها على حسب الذوق، كل شخص وكيفاش كيبغي الماكله ديالو. صافي وخديت واحد المعلقه صغيره ديال البصل الابيض كنجبير، شحرت هذيك البصله مزيان، من بعد زدت عليها 200 غرام ديال اللحم المفروم عفوا. هنايا صافي غندوزو كيف ما كتلاحظوا كندوزو للعجينه ديالنا، كنرشو سطح الاعمال بالدقيق، وكنبداو كنديرو ضربات خفافين بالدلاك في الاول هكذا باش العجينه ديالنا ما كتقطع ما دير شي حاجه. كنبداو كنديرو دوك الضربات الخفافين، كنديرهم على العرض وعلى الطول، وكنبداو كنطلقو في العجينه ديالي، كنطلقها مزيان على شكل مستطيل. كنرجع كندير لها واحد التور لي سامبل، ما كنديروش مدوبل كيف ما كتشوفوا هنايا معايا. من بعد كنبقى نبرك عليها هكذا بشويه بيديا باش هكذا ديك يعني كلشي يتلاصقوا مع بعضياتهم. صافي كيف ما كتشوفوا هنايا. فغنعاود نطلقها هنايا. صافي هي اخر طلقه. كيف ما كتشوفوا كنديروا لها غير 2 مرات. يعني اسهل عجين مورق تقدري تشوفيه وتجربيه، وكيجي مورق بلا قياس. صافي من بعد ما طلقتها يعني رقيقه كيف ما كتلاحظوا معايا، فراها غادي تطلع وغادي تعطيني الفيوطاج. صافي كما كتشوفوا درتها على شكل مستطيلات. صافي هنايا كانت الحشوه ديالي بردات، فراه بديت كنعمر بها. فغادي ندير هنايا كميه اللي تكون مزيانه، فغنسرحوها على شكل مستطيل اللي يكون رقيق على الطول ديال العجين ديالنا كلها كيف ما كتلاحظوا هنايا معايا. صافي كيف ما كتلاحظوا معايا من بعد غادي نجيبو هنايا الفرomاج غابي، غادي نحكو من الفوق منهم. هنايا بالنسبه اللي عنده يعني اي نوع ديال الفرماج كان عندك كتفضليه، فراه كيجي كيعطيها واحد حتى هاد الفطائر كيجيو غزالين، غير جربوهم كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا. فانا هنا درت موتزاريلا، يمكن لكم اللي عنده فرماج مربع يمكن لكم ديروه شيدار. صافي هنايا غادي ناخدو العجين ديالي، فغادي نديرها على اختها كيف ما كتلاحظوا هنايا. لما بغيتش تلصق لكم فكتاخدوا شويه كاس ديال الماء، كتبقاو كتخشيو فيه صبعكم وكدوزوا عليها فراه كتلصق كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا. فانا هنايا واحد الجنب كان فيها كدقيق ما بغاش يتلصق لي. هنايا كنديرو هكذا،
باش هكذا ما كتحلناش في الفران، يعني كطلع لنا الفيوطاج ولكن ما كتحلش. صافي كيف ما كتلاحظوا معايا هكذا. هنايا باش غادي نبرك عليها بيديا، فغادي نبرك عليها بيديا، لكن ما كنبركش عليها في الطرف ديال العجين، لا، الا بركنا في الطرف ديال العجين فراها ما غاديش تطلع لي الفيوطاج. كنبركو عليها في النص، في الطرف كيف ما كتلاحظوا معايا. صافي هنايا من بعد ما ساليت الكميه كلها اللي عندي، فراه عطاتني 4 ديال الاشرطه، يعني راه كتعطي كميه اللي مزيانه. صافي هنا كيف ما كتشوفوا غادي نقطعوها هنايا على شكل مثلثات. هنايا كيبقى لكم الاختيار، ديروا اي طريقه اللي بغيتو في التقطاع، بغيتو ديرهم على شكل مربعات او مستطيلات، يعني كيبقى لكم الاختيار. فانا هنايا اختاريت انا نديرهم مثلثات. صافي من بعد ما ساليت التقطاع فخديت شويه، خديت بيضه، بغيتي تستعملي غير صفر بيض فكيبقى لك الاختيار، درت معاه شويه ديال الخل، شويه ديال صوص الصوجا ودرتهم. صافي هنا خديت واحد الكاردون، بغيت هنايا باش نعطيها واحد التشكيل. صافي غادي نبدا نخطط به. من بعد فهنايا كنكون مشعله الفران، يعني الفران خصو يكون سخون مزيان مزيان، يعني اعلى درجه عندك في الفران فديريها في 10 دقائق الاولى. كنحشيو العجينه ديالنا، كنقصد كنحشيو الفطائر ديالنا، كنحسبوا لهم 10 دقائق بالضبط، كيكونوا تنفخوا. صافي كنهبطوا الفران، يعني كنقصوا له مزيان، كنقتلوا له العافيه، وكنديروه كنبلعوا عليه وكنخليوهم نص ساعه. صافي من بعد كنهبطوه وكنحمروهم وكيجيو مقرمشين، يعني ديك نص ساعه باش كيطيبوا لنا مزيان من الداخل، وداك الفيوطاج كله كيطيب باش ما كيبقاولناش خضر. صافي هادو هما الفطائر اللي جربت معاكم اليوم، نتمنى انهم يعجبوكم. واللي ما دايرش ابوني خلي لي واحد ابوني وخليو لي واحد جيم، وشكرا، ونتلاقاو ان شاء الله في الوصفه القادمه. كيف ما كتلاحظوا هنايا صافي هنايا راني دخلت من الفران، قعدت درت ضروري من الاسرار اللي عطيتكم. صافي هذه هما الفطائر ديالي كيف ما كتلاحظوا، فرا جاو منفوخين، دايرين الفيوطاج مزيان مقرمشين، غير جربوهم راه كيجيو غزالين.